أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن صنم قريش وجبتها وتاغوتها وإفكها وابنتها الذي خلف أمرك وعنكر وحك وجعاد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك وأحب عداك وجعد علاك وأطال أكامك وابتال فرائدك ولعاد في آياتك وعدى أولياءك ولا يعداك وخرب برداك وافساد عبادك. اللهم لعنهما واتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أخرب بيت النبوة وراد ما بابه ونقص سقفه والحاق سماءه بعرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وبدا أنصاره وقتل أطفاله وأخلى من براه من وصي ووارث علمه وجهد إمامته وأشرك بربهما فاظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبخي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر وواق أخفوه ومن برين له ومؤمن أرجوه ومنافق ولوه ولين زوى تريد وصادق تردوه وكافر نسروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأطهار أنكروه وشر نسروه ودامر أخوه وخير بدلوه وكفر نسبوه وكذب دسوه غلبوه وفي اقتدوه وصوت نكلوه وخمس استعلوه وباطل نسسوه وجور بسطوه ونفاق نسروه وغد أزمروه وظلم نشروه ووعد نخلفوه وأمانة قنوه وأهد نقصوه وحلال حرموا وحرام أحلوا وبطن فتقوا وجنين أسفدوا وذلاه لقوا وصك مذكوا وشمل بددوا وعزيز نزلوا وذلين عزوا وقل منوع وكذب دسوا وحكم قلبوا وإمام قلفوا. اللهم لعنهما بعدد كل آيات حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام تلوها ورسوم قتلوها ووصية بدلوها وعمر ضيقوها وبيت نكسوها وشهادات كتموها ودعوى ابتلوها وبينات أنكروها وهيلة أدسوها وخيانة أوردوها وأخبة ارتخوها ودباب درجوها وأزياف لزموها. اللهم لعنهما في مكنون السر والظاهر علانية لعنا كثيرا أبدا دائما صرمدا لا انقطاع لعمدي ولا نفد لعدده لعنا يعود أوله ولا ينقطع آخره له ولعوانه وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والنائخين باحتجاجهم والناهضين بأجنحاتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. اللهم أعذبهم عذابا يستغيث من أهل النار. آمين رب العالمين. اللهم أعذبهم عذابا يستغيث من أهل النار. آمين رب العالمين. اللهم أعذبهم عذابا يستغيث من أهل النار. آمين رب العالمين. اللهم أعذبهم عذابا يستغيث من أهل النار. آمين رب العالمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وهانا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فوض علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم نبينا وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فاغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فوضى علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلي الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وهانا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعود علي بالمغفرة ولا فلك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعود علي بالمغفرة ولا فلك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت أعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له ولا ذلك اللهم لعن العصابة التي جهدت الحسين عليه السلام شايات وبايات وتعبات على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم قص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد الخامس ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن على سعود اللهم لعن بني أمية قاتبة ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين في الدنيا والشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا توفيق زيارة قبر حسين في الدنيا والشفاعته في الآخرة اللهم اجعلني عندك وديا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد